ايه يا حبايبي، صباح الخير، يا رب تكونوا بخير. صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. طب اليوم بتاعنا النهاردة هي مكرونة بالصلصة وجنب منها بانيه. ايه، هعمله بطريقة حلوة وان شاء الله تعجبكم. فيلا بينا نجهز الطبق بتاعنا. بصوا يا حبايبي، انا ضربت البصل في الكب اهو. هحط عليه بقى ايه التوابل بتاعتي. هحط عليه اهو نص معلقة توابل مشكلة، نص معلقة فلفل اسود اهو، كركم برضو اهو. التوابل كلها لازم تحطها صح، هي حلوة قوي اهو. هحط نص معلقة ملح اهو، وهحط نص معلقة شطة اهو، للي يحب. مع ده الشطة مع التوابل كلها والملح اهو. اهو هنزل بالفراخ بتاعتي اهو، الفراخ البانيه اهو اهو. التتبيلة دي حلوة جدا، هتعجبكم ان شاء الله. بتودي الفراخ في حتة تانية، تودي البانيه، تخلي البانيه طعمه حلو اهو. اهو اقلب، خليك تدخل كل الخليط في قلبه. حطيت هنا معلقة سمنة ومعلقة الأخضر اهو. انا حطيت بدأ دلوقتي، انا كنت مفرزاها والطماطم كانت لسه رخيصة شوية. بس يا حبايبي، هنا البهارات بتاعة المكرونة معايا كزبرة وفلفل وتوابل مشكلة اهو. حركة الكزبرة مهمة قوي، اهم حاجة في المكرونة الحاجتين دول، الفلفل الاخضر والتوابل بتاعة البقسماط اللي انا هحطها على البقسماط. معايا ايه بقى؟ معايا كزبرة، معايا فلفل، معايا شطة، معايا كركم، معايا توابل مشكلة، معايا ملح. هحط كل ده هنا كده اهو، وهقلب بالمعلقة اهو. مش محتاجة ان انت تحطي بصل بودر ولا توم بودر ولا الكلام ده. ليه؟ لان انت هحط بس حاجة زيادة كده من عندي انا. هحط معلقة اهو، بلاش المعلقة دي من كلها توابل. حط معلقة نشا اهي. معلقة النشا دي ما بتخليش البانيه يشرب زيت خالص ويبقى مقرمش اهو. عايزة تحطيها في المكرونة اهو. حبايبي، انا معايا عدد 2 بيض اهو، حطيت عليها فلفل اسود. ده التتبيلة بتاعة البانيه اللي انا هعملها بيه اهو. يا حبايبي اهو، انا صفيت المكرونة وحطيت لها معلقة زيت. هغطي عليها بقى شوية على بال ما اجهز بقية الطبق. حبايبي، انا معايا قطعة البانيه، هنزل بقى هنا في البيض اهو. هعمل كده، كل حاجة متبهرة، البيض وكله متبهر اهو. هنزل هنا اهو في البقسماط اهو. هضغط كويس جدا اهو. كل حاجة متبهرة. عندك لبن، عايزة تحط نص كوباية لبن كده من البيض، من اللبن للبيض والكلام ده. اعملي، مش عايزة على قدك، على قد ايدك اعملي والموجود عندك اهي. حتة البانيه اهي اهي اهو معاكوا اهو. بصوا يا حبايبي، صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام اهو. انا نزلت بأول قطعة بانيه. احنا وصلنا مع بعض لغاية هنا. ما تنسوش تعملوا له لايك وتعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا الجرس عشان ينزل لكم كل جديد انا بقدمه لكم. ويلا نكملوا بقية الاكل. انا حطيت هنا قطعتين بانيه اهو، انا قلبته على الناحية التانية. خلي بالكم ان معلقة النشا اللي انا حطيتها ما بتخليش البانيه يشرب زيت، وبيبقى ناشف وبيبقى حلو. فحبيت اقول لكم بس المعلومة دي. شكله حلو جدا وريحته جميلة قوي. حبيت اوريه لكم اول ما طلعت منه اهي. الحاجة بتاعتها جميلة قوي 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 اهي اهي اهي.
ايه يا حبايبي، احنا خلاص جهزنا، خلصنا الطبق بتاعنا اللي احنا مجهزينه مع بعض. البانيه اهو. البانيه طعمه خطير جدا وريحته حلوه قوي بالتتبيله اللي احنا عاملينها. وادي المكرونه اللي بالصلصه اهي. وادي التوميه طعمها والله طعمها حلو قوي 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 قوي، هتعجبكم. وادي الكاتشب. هي صلصه مش كاتشب، بس طعمها حلو جدا، احلى من الكاتشب مليون مره. فالاكل كله بالهنا والشفا، الاكل كله حلو. يا رب يعجبكم، واشوفكم بكره في اكله جديده.